البلمان ليفت تمام لازم يكون مفحوص جيدا بواسطة أشخاص تمام مؤهلون، يعني بيتم فحصه مرتين، مرة أثناء العمل بواسطة شخص مؤهل ومرة تانية أثناء المعاينة عشان أبدأ أطلع له شهادة معاينة من جهة معتمدة تسمى الثيرتي بارتي، ولازم أتأكد من إنها مزودة بحواجز الحماية من السقوط. الباسكت بتاعتها عليها الحاجز الحماية، ولازم ألتزم بالمسافة الآمنة ما بيني وما بين كابلات الكهرباء. أنا كده كده شغال فوق، بالتالي يبقى قريب من ايه، من كابلات الكهرباء، من كابلات الكهرباء العلوية. لو طالع على السلم لازم اكون لابس حزام السلامة. طبعا ما ينفعش ان انا استخدمه على ارض مايلة، اتكلم عن دلوقتي عن مان ليفت، او ارض غير ممهدة، ان الارض لو مالت فكده المان ليفت ميله هيميل، فالشخص اللي فوق هيقع. سؤال هنا بقى، مين اللي بيسوق؟ مين اللي بيسوق المان ليفت؟ في مكانين، واحد فوق اللي في الصورة ديت بتحكم فيه قدام وورا، بتحكم فيه قدام وورا وفوق وتحت وكل حاجة، والمكان التاني من الكابينة اللي تحت، انا موضحهم لك اهو. طبعا اثناء الحركة يفضل ان البومة ديت، ان البوم يكون نازل، نازل لأقرب مستوى، ما يكونش الشخص على ارتفاع عالي، وساعتها يمشي المان ليفت في الموقع. في حالة تعطل المان ليفت، عطل مفاجئ والشخص متعلق فوق، ساعتها تتصرف ازاي؟ ساعتها ممكن اجيب مان ليفتر تاني، ساعتها انقل الشخص ده من المكان ده للمكان ده. طبعا بيبقى رابط حزامه من الكابينة ديت تمام للكابينة التانية، وبعدين يفك الحزام خلاص يربطه في الكابينة اللي هو هيبقى فاضل عليها ده هتنزله. الحل التاني ان انا ابدأ اجيب ونش واجيب معاه باسكت افراد، ان في حاجة اسمها ريسك بلان او ريسك تيم، اللي هي فرق الطوارئ اللي موجودة في الموقع، تبدأ تلحق الشخص ده. طبعا هو لابس حزام، فبين الباسكت من الباسكت اللي فيه الباسكت التاني، ونربط الحزام بتاعه في الباسكت التاني. المان ليفت ده اسمه سيزر، النوع ده اسمه سيزر. كلمة سيزر معناها مقص، هو فعلا شبه المقص، اسمه سيزر ليفت.